كاع ملي غنجبدو التليفون المصور مع الصحفي ما خليتيش يصور غنصور انا. غيصور في التليفون ما غيصورش عن هذا. كانت الساكنه ارفض هذه المهزله، هذه الثوره غير قانونيه وغير دستوريه. هناك تواطؤ ما بين رئيس الجماعه وقائد قياده الشيخ حبيب اللي كيحاولوا المواطنين، والمواطنين من حقهم الدستوري في حضور عموميه الجلسه. حنا كفريق ديال المعارضه اعلنا انسحابنا من هذه المهزله، هذا تعسف على القانون. ونقول للراي العام والسلطات الوصيه ان رئيس جماعه بني حرشل وقائد قياده جبل الحبيب يتعسفان على القانون التنظيمي 113/14 وعلى الدستور الذي يخول للمواطن الحق في المعلومه. اذا عندكم شي اسرار تناقشوها قولوها لنا. هذو المواطنين جاو يحضروا الجلسه العموميه لجماعه بني حرشل بتاريخ يوم الجمعه 4 اكتوبر 2024. القائد ايضا تعسف على صحفي جاء لكي ينقل للراي العام هذه الكولسه وهذا العبث الذي يحصل هذه الجماعه. هناك تواطؤ مسجل والح واتحمل كامل المسؤوليه ان هناك تواطؤ بين رئيس الجماعه وممثل السلطه المحليه قام بطرد المواطنين من الجلسه. هاد المواطنين كلهم سلميين وحتى شي واحد فيهم ما هضر وجاو يحضروا الجلسه بكل سلميه، وحتى شي قوه ما عندها الحق تمنع المواطن من حضور هذه الجلسه. هذا من جهه. من جهه اخرى حنا كاعضاء ديال المعارضه كفريق ديال المعارضه نسجل رفضنا لهذه المهزله. انسحبنا على انسحاب جماعي حتى لا نشارك في هذا الانتهاك الصارخ للقانون. هذا القانون يتعرض للانتهاك من